السلام عليكم، ازيك؟ الاخبار؟ يا رب تكون كويس. اهلا بيك في حلقه جديده من قعده رايقه. اولا انا حابب اشكر اي حد بيسمع البودكاست ديت، لان الواحد فعلا ما كانش متخيل ولا متوقع ولا جه في دماغه اصلا النجاح اللي الموضوع ده حققه، وان احنا بقينا بالبودكاست ديت من التوب شوز على ابل بودكاست في فئه الكوميدي، تقريبا من اول 20 ومن اول 200 على كل البودكاست. وده فعلا بالنسبه لي على الاقل فده انجاز كبير جدا ما كنتش متخيله في الاول اصلا، لان انت حتى مش بادئ كشخص مشهور، ففي ناس بادئه اشخاص اصلا مشهوره، فعندها ناس كتيره من اول حلقه بدأوها. فبجد الحمد لله، وحابب اشكرك جدا كل واحد سمع البودكاست ديت. فعلشان كده في بوست هينزل على صفحة الفيسبوك، ممكن تكتب فيه اسمك في التعليقات او تبعت على الماسنجر تبع الصفحة اسمك سواء هنا او هنا، وان شاء الله نمسح عليك الحلقة الجاية، لان انا عايز اشكرك شخصيا. نيجي بقى للحلقة بتاعتنا بتاعت النهاردة، الا وهي بتتكلم عن ذكريات الطفولة وحاجات زمان اللي احنا كنا فعلا بنلاقيها، علشان ممكن تلاقي ان فعلا فترة زمان ممكن تكون احسن بكتير من اللي بتعدي عليك دلوقتي، لان فترة الطفولة ديت وخصوصا ايام زمان لما كنت فعلا عايش بقى حياتك ولاقي حاجات بتعملها في يومك غير التليفون اللي انت قاعد عليه 24 ساعة، وبتستمتع بحياتك وبتقدر تعمل فيه حاجات. انما دلوقتي كل الايام بقت شبه بعضها ومش عارف تعمل حاجة، والمشاكل والضغوطات بقت كبيرة عليك جدا لدرجة ان انت بقيت شبه مستنفذ ومضغوط في الحياة ومخنوق، وفي كمية امراض نفسية بنشوفها دلوقتي رهيبة جدا. يعني فكر كده، انت زمان كان ايه اكتر حاجة يعني شغلاك وكانت تعباك وانت صغير؟ ممكن مثلا يكون اللي انت مش عارف تلعب النهاردة، او انك مش عايز تروح المدرسة، او ان انت مش عارف تعمل ايه في يومك مثلا من كتر الحاجات اللي عندك، مش عارف تجيب حاجة حلوة النهاردة مثلا. انما بقى دلوقتي فانت عايز تشتغل وتتجوز وفي مشاكل وفي مسؤوليات لازم تعملها، ما كانش في بالك وانت صغير اي حاجة من الحاجات ديت. كنت ممكن تتخيل ان كل اللي انت بتعمله دلوقتي هيبقى مجرد ذكريات واحلام، حاجات كنت عشتها زمان ومش عارف تعيشها دلوقتي. فتعالى كده ناخدها من كل جانب. اول حاجة مثلا موضوع الاكل والحاجات الحلوة، تلاقي ان انت كنت عايش لنفسك وكل الحاجات الحلوة كانت موجودة عندك. من لوليتا مثلا لأكتر حاجة حلوة ممكن الانسان ياخدها او ياكلها وانت اكيد فاكرها، الا وهي الكيمو. كانت فعلا عبارة عن ايس كريم، يعني فعلا جاي من الجنة زي ما بيقول. كان ممتع جدا في اكله، والبسكوتة طعمها حلو والايس كريم طعمه لذيذ وحاطين شوكولاتة من تحت، يعني فعلا كانوا بيتوصوا بطريقة رهيبة. دلوقتي اراهنك انت لو جبته وجيت تاكله هتلاقي البسكوتة طرية، وهتلاقي حرفيا الايس كريم عبارة عن مية بسكر، تحس ان انت تاكل سكر كده وخلاص والبتاع سايح كأنه في مية. فما عادش الجودة زي الأول. أو تيجي مثلا للشيبسي، الشيبسي ده كان من الحاجات الرخيصة اللي ممكن تجيبها زمان، وكان بيبقى الكيس كبير، وكانت حتى الشيبسيات نفسها حلوة. دلوقتي لو جبت كيس شيبسي هتلاقي الكمية قليلة، وهتلاقي ان معظم الشيبسي بقى محروق وما عادش حلو زي الأول. الحاجات دي كانت غالبا بتيجي في الأعياد أو الأجازات الرسمية للبلاد، اللي انت بتبقى مثلا قاعد فاضي كده ولسه بقى مجمع العيدية، تقوم نازل عند الراجل جايب بقى شيبسي وكاكولا. كان في ازايز اللي هي ازاز بتنزل زمان كده، كانت طويلة، كانت تقريبا ب2 جنيه ولا حاجة، وبتبدلها بازازة فاضية، تديله الازازة الفاضية وتاخد انت الازازة المليان. تنزل بقى كده تجيب الحاجة حلوة ديت مع مسرحية مثلا العيال كبرت، او اي فيلم شغال، او اي حاجة كرتون ممكن تتفرج عليه، تحس فعلا انك امير من امراء العصور الوسطى، من مجرد ان انت بتجيب شوية حاجة حلوة وبتقعد تقضي بيهم يومك وما بتعملش اي حاجة غير ان انت فعلا بتستمتع. وخد على كده بقى كمية البسكوتات والكيكة والمصاصة، الحاجات دي كلها اللي انت كنت بتجيبها ومش في دماغك هي ايه اضرارها ولا هي بتعمل ايه ولا اي حاجة بتشغلك غير مجرد طعمها الحلو اللي انت بتستمتع بيه وبيدخل دماغك كأنك حرفيا بتاخد مخدرات.
فبتحس بالسعادة كده والنشوة ضربت في العلالي عندك، وانت مجرد طفل كل اللي في دماغك اللي انت بتاع دي طعمها حلو وخلاص. نيجي بعد كده للأغاني، سواء الأغاني كطفولة وأغاني عادية. ففي أغاني عادية كتيرة من ناس بقى اللي هما بيغنوها، فكانت حلوة وكانت جديدة وكنا بنحبها جدا ومشتاقين لها، بس ده أنا مش هتكلم عليها. أنا هتكلم عن الأغاني بتاعت الأطفال اللي كانت بتجيلنا من حاجة يعني مهتمين بيها بطريقة رهيبة. قناة دريم اللي هي كانت الحمراء، أيام ما كانت فعلا قناة دريم ديت لها اسم مهم في البرامج والقنوات. بتيجي انت مثلا في وقت معين كده وليكن ساعة في اليوم، تلاقي القناة ديت بتجيب أغاني للأطفال، وانت أكيد بنسبة 100% سمعت على الأقل خالص وليكن أغنية واحدة منهم. هي قناة دريم دي كانت كل الأغاني اللي كانت فيها والحاجات اللي بتجيبها قلة أدب وإيحاءات، يعني متخيل الأغنية كاملة عبارة عن إيحاءات بس. فهي كانت فعلا ما تفهمش، الكليب ذات نفسه مش معمول للأطفال خالص، بس فعلا كانت الأغنية حلوة على الأقل خالص. انت أكيد فاكر الساعة في إيدك كام يا عم، الساعة كام، من أشهر أغاني الأطفال اللي اتعملت في الجيل ده والوقت بتاعها. ولا قناة مولدي والحاجات اللي هي مولدي تتحدى الملل والحاجات اللي كانوا بيعملوها. فكل دول كانوا فعلا إيحاءات وقلة أدب، ومتفهمش كانوا جايبين الجرأة دي منين في الوقت ده، مع العلم ان احنا اصلا مفروض ان احنا دولة اسلامية، بس ما تفهمش. بس الصراحة كانت الحاجات حلوة وكانت تبقى فعلا لها حاجة تانية كده بتعجبك. نيجي بقى للبرامج والافلام، ان هي ما كانتش للصغيرين بس، الافلام كانوا فعلا بيتعبوا فيها عشان يطلعوها حلوة وكويسة تناسب كل الاعمار وكل الاذواق. هي كان اغلبيتها ما كانش برضو كويس، وكان زي دلوقتي معظم الافلام هابطة وبيحطوا فيها رقصات واغاني وضرب واكشن وكلام من ده بس عشان هو ده اللي بيجيب الفلوس. فهي كانت هي بس كان في حاجات بقى بتتعمل للاطفال مخصوص، او الكرتون مثلا بوجي وطمطم او عالم سمسم. احلى برنامج ممكن يكون القنوات المصرية عملته هو عالم سمسم ده، او الحاجات بقى اللي بتجيلنا من بره سواء توم وجيري او البرامج التانية. يعني انت لو جيت فكرت مثلا توم وجيري ده من احلى البرامج اللي ممكن تكون اتعملت في الرسوم المتحركة. قد ايه الناس دي كانت تعبانة فيها وكانت مدية كل طاقتها من افكار لحلقات لرسم الموسيقى في الحلقات، موسيقى تصويرية وموسيقى ذات نفسها، كان فعلا كل حاجة حلوة. مع العلم ان انت لو كنت اتفرجت عليه زمان، انا واحد من الناس ما كانش عاجبني زمان، كنت اجي اقول يا سلام وازاي ده ومش عارف ايه. لما جيت حتى اتفرج عليه من فترة كده، لقيت ان لا والله هو فعلا يستاهل وحلو. حتى بدأت اضحك على حاجات هما بيعملوها. يعني انت متخيل تلاقي مثلا توم بيتضرب تلاقي نفسك بتضحك، ده حرفيا اللي كان بيحصل لي ومش لاقي له مبرر. او قناة مثلا زي سبيستون والكواكب اللي كانت بتعملها، من كوكب رياضة لأكشن لمغامرات لكوميدي، وقد ايه كانوا بيهتموا بنوعية البرامج اللي كانوا بيجيبوها عشان يعرضوها عليك انت وتستمتع بيها، لانهم فعلا كانوا بيبقوا عايزين يعملوا جيل مستقبل فعلا. زي مثلا ناروتو او وان بيس. انا عارف ان الحاجات ديت ياباني وفي معظم الحاجات فيها قلة ادب، بس سبيستون كانت فعلا بتشيل كل حاجة ممكن تكون مش مناسبة لذوقنا العام او للمجتمع العربي بشكل عام، بس هي كانت فعلا حاجات حلوة. ونيجي بقى لقنوات زي MC3 او كارتون نتورك او نيكولوديان، دي كلها قنوات ظهرت بعدين وبدأت برضو تنزل برامج حلوة وتجيب حاجات كويسة. بس بعد كده اول ما اتشهروا وبعد كام سنة الجودة بتاعت البرامج قلت وما عادوش بيجيبوا الحاجات زي زمان. فانت عندك مثلا ابطال الكرة او يوغي، انت ازاي ما كنتش متخيل ان يوغي ده من اعظم البرامج اللي ممكن تكون اتعمل، من الورق اللي هم بيعملوه والطريقة اللي هم شغالين بيها. هو كان كله عبارة عن هكسبك بقوة الصداقة والكلام ده،
بس كان في الاخر متعة انت بتاخدها من الموضوع ده. وغير كده كمان قيم وحاجات فعلا مهمة مثل الصداقة والامل والطموح والكلام ده كله. او مثلا برنامج بي بليد او اليويو. انت ناسي اليويو اللي انت كنت بتروح تشتريها وتقعد تجرب الحركات اللي هما بيعملوها في التلفزيون على امل ان انت تعمل زيهم وتعمل بقى اشكال وحركات وتنزلها وتطلعها؟ كان كلها حاجات تقدر تعملها بروحك وبجسمك، ما عنتش بتاخد المتعة اللي فيها دلوقتي. يعني انت لو جيت تفكر فيها هتلاقي ان 3/4 الحاجات اللي احنا كنا بنعملها زمان مفيش اي متعة منها او مفيش اي وجه استفادة حقيقية. يعني انا فاكر ان انت مثلا كان عندك لما تبقى قاعد فاضي تقوم جايب اي حاجة مثلا زي ترابيزة ومغطيها من كل الجوانب وتقعد جواها، وتبقى هي دي زي القلعة بتاعتك كده، وهي دي المكان الخاص بتاعك كأنك الملك عليها. انت بتعمل ايه بقى جوه؟ حرفيا ولا اي حاجة. انت ممكن تبقى قاعد مثلا بتلعب كوتشينة، قاعد باصص كده في السقف وخلاص، بتعمل اي حاجة. بس المتعة اللي انت كنت بتاخدها كانت مش طبيعية. حاجة غريبة انك تاخدها من حاجة زي كده ان انت اصلا ما بتعملهاش. يعني انت لو قلت لواحد مثلا دلوقتي حتى خد يويو واعمل حركات او بي بليد او اي حاجة، هتلاقي ان مفيش متعة. ايه يعني لما حتة جهاز بلاستيك صغير يقعد يلف قدامي اللي هو البي بليد، فين المتعة في كده؟ بس انت كنت بتستمتع وكنت مستغرب وكنت بتحب الموضوع ده. ولا عربيات سابق ولاحق، ولا ورق يوغي واللي انت كنت بتعمله منه. يعني انت في الحقيقة ما بتلاقيش ان التنين ازرق العينين طالع او اي حاجة تانية. لا، انت بتتخيل وبتقعد تفكر الحاجات اللي انت بتعملها ديت وتقعد تتكلم. فانت ازاي كنت عايش كده بمخيلتك؟ على عكس دلوقتي ان هم حتى ما عادوش قادرين يفكروا او يشغلوا دماغهم، عاد على طول التليفون 24 ساعة في ايديهم عمالين يلعبوا عليه ويسكرولوا على السوشيال ميديا من تيك توك او فيسبوك او اي حاجة من الحاجات اللي ملاش اي 30 لازمة دي. انا ما بقولش ان هي ملاش لازمة خالص، بس على الاقل خالص كطفل عندك مثلا لحد 12 سنة او 11 سنة 10 سنين، الوقت ده كله انت مفروض لسه بتجرب وتكتشف، مالكش دعوة بالتليفون او بالحاجات اللي عليه. تقعد تجرب حاجات وتستمتع بوقتك وتنزل تلعب في الشارع وتلعب بكل الألعاب علشان تبدأ تنمي الحاجات اللي عندك والمهارات، حتى على الأقل خالص تعمل ذكريات تقدر تحكيها بعد كده أو تفتكرها. إنما معلش انت ايه يعني الذكريات اللي ممكن تجيلك من ان انت ماسك التليفون؟ انا كلمت صحابي، هي دي الذكريات يعني؟ انما بلعب مع اصحابي وكنا بننزل سوا ونضحك ونهزر، هي دي فعلا الذكريات والمتعة اللي انت بتاخدها من طفولتك. دي بقى غير الالعاب الالكترونية اصلا اللي انت كنت بتلعبها مثلا على الكمبيوتر، لان ما كانش في حاجة اسمها تليفون تاتش زمان. كان اكبر حاجة ممكن تبقى متخيلها في التليفونات كان التليفون النوكيا ابو زراير، ده كان اقصى حاجة. وكان عليه لعبة التعبان، كانت من احلى الالعاب اللي ممكن تلعبها. الالعاب بقى اللي على الكمبيوتر تيجي كده يوم خميس يبقى اخرك مثلا في المدرسة والدروس مثلا الساعة 5، تقوم مروح يا باشا تفتح الكمبيوتر تقعد بقى تلعب العابك الحلوة، من ازاي تخنق جارك لمتسلق الطوبات اللي هو الشخص الصغير قوي اللي بيبقى لابس طاقية زرقاء ديت ويقعد نتنطط، وغيرها من الالعاب اللي كنا زي السمكة مثلا او اي حاجة تانية كنت بتلعبها وانت صغير على الكمبيوتر، وكانت فعلا مدياك المتعة والحلاوة اللي انت تقدر تكمل بها حياتك اصلا. يعني انت ممكن تاخد المتعة واليوم الخميس والجمعة ده من اللعب بتاعك على الكمبيوتر او مع اصحابك او من اي حاجة بتعملها اللي انت ممكن تعيش كام سنة قدام ويبقى مفيش اي حاجة بالنسبة لك مؤذية ولا متعبة لك. ولا اغاني بقى سبيستون ورشا رزق والقناص والاغاني الحلوة ديت اللي احنا كنا بنسمعها وكنا مندمجين معاها، ولسه لحد دلوقتي كل ما تيجي اغنية القناص تبدأ تغنها معاهم وتستمتع بيها. وكان في حاجة اسمها قعدة عيلة وعلاقات أسرية وروابط، ممكن نقعد مع بعض ونتكلم وننمي الحب اللي بينا، مش مجرد كل واحد ماسك تليفونه وعمال يلعب فيه وخلاص. لأن كل الحاجات ديت ما بتستفيدش منها بحاجة ولا بتطور من نفسك ولا حتى
بتحب عيلتك منها. انت هتلاقي ان انت مثلا عيلتك دي بالنسبة لك ابويا وامي مثلا او اخواتي، فين الكلام، فين الحب، فين المعاملات اللي انتوا بتعملوها علشان تبدأوا تعيشوا مع بعض أسرة حقيقية بتحب بعض ومستمتعة بيومها. فانت قد ايه كان يومك كله مليان حاجات ممكن تعملها، مش زي دلوقتي كل اللي في يومك عبارة عن الشغل والمذاكرة، واللي انت تقعد ماسك التليفون عمال تلعب عليه وخلاص، لدرجة ان انت ما عندش قادر حتى تستحمل ساعتين على بعض من غير التليفون او النت. مجرد ما النت يفصل او يتسحب منك التليفون تبدأ تزعق وتتضايق وتتعصب، مع انك انت لو جيت فكرت فيها هتلاقي ان الحياة من غيره احسن بكتير وممتعة، حتى بتخليك صافي ذهنيا ومستريح. انما هتلاقي طفلك دلوقتي ماسك التليفون، مفيش اي حياة اجتماعية ممكن يعيشها ولا اي حاجة، منعزل وقاعد على طول في الأوضة وسايب اهله، حتى الام والاب سايبينهم وما عادوش بيهتموا ان هو ماسك التليفون وبعيد عننا وخلاص. دي بقى اللي بيجيب انحدار للذوق العام، وان الطفل ممكن يفتح اي حاجة. ما هو كل الناس اللي على التيك توك دول عيال عايزين يتشهروا، وابوهم وامهم او عيلتهم سايبينهم يعملوا اللي هم عايزينه، فبالتالي بنشوف الحاجات اللي هم بيعملوها ده. يعني انا مش معترض عليهم، لان فعلا انت لو ليك اهل بدأوا يوجهوك او يقعدوا معاك او يبعدوا عنك التليفون شوية، او فعلا يربوك زي ما كان اهلنا بيربونا زمان وبيعلمونا الصح من الغلط، فعلا هتلاقي المجتمع والعيال والاطفال دي اتصلح حالهم. وهتلاقي ان انت مش مضطر ان انت تمنع تيك توك او تمنع العيال ان هم يعملوا حاجة. هتلاقي ان الناس كلها بدأت تبقى عارفة ان الحاجات دي كلها وحشة، وعارفة ان ده غلط، فبالتالي مش هتعمله. ده من حيث ان العيلة ذات نفسها هي اللي بتوجه الأطفال، مش سايبينهم كده وخلاص. يعني احنا ممكن نكون وصلنا للقاع، وكمان شوية هنوصل لأكتر من القاع كمان، طول ما مفيش رقابة من الأهل على الأولاد، أو إن أنت سايب لهم التكنولوجيا والعيال بتعمل اللي هي عايزاه وخلاص. أنا طبعا مش بقول إن التكنولوجيا كلها وحشة واللي احنا لازم بقى نبعد عنها ونسيبها ومعدناش نقرب منها واضرارها، وان احنا نهتم بولادنا بس ونسيب كل حاجة ورانا، لان طبعا مش هي دي الحياة ولا هو ده اللي الواحد عايزه. بس لازم يكون في جزء من وقتك تبدأ تسيب التليفون او تبعد عنه، او تعيش حياتك زي ما كان كل الناس عايشاها زمان. فانت ممكن ترجع دلوقتي تستعيد ذكريات زمان وطفولتك وايام الحلوة اللي انت كنت عايشها مع اصحابك، وتبدأ تعملها تاني، وليكن حتى لوحدك. يعني انت مش لازم تجيب الناس بقى وتقول لهم لا يا عم هات كم برنامج كده كرتون انت كنت بتحبه زمان، اقعد اتفرج عليه تاني واستعيد ذكرياتك معاه. كلم صحابك بتوع زمان، اتفرج على صورك وفيديوهاتك وانت صغير وكنت بتعملها. اي حاجة من الحاجات ديت هتبدأ تحس بتاني ان انت كويس، والطاقة عندك رجعت تاني بدل الضغوطات والتعب اللي انت موجود فيه. اول حاجة الاحسن اللي انت ان شاء الله لما تخلف ويبقى عندك اولاد تبدأ تعلمهم الحاجات ديت وتبني معاهم ذكريات وحاجات يفتكروها بعدين. ليه مثلا ما تلعبش معاهم بلايستيشن مثلا، او العاب من بتاعتك وانت صغير، العربيات او اي حاجة من الحاجات دي، وتبدأ تبني لهم انت الذكريات والحاجات الحلوة اللي ممكن يفتكروها بعدين، من ألعاب بقى لحب لعناية لكل حاجة ممكن يحتاجوها في السن ده. لأن في النهاية كل واحد فينا عنده ذكريات سواء حلوة أو وحشة، انت عايز تنساها أو عايز تفتكرها. كل واحد بيبقى له الموضع الخاص بتاعه اللي مش عايز يطلعها لأي حد وخلاص. لأن في النهاية الطفولة حاجة ممتعة، ومش كل الناس هتحب ان هي تتكلم عليها، لان في ناس شايفة ان طفولتها مثلا ما كانتش حلو، او ان هي كانت الحاجات اللي هي بتعملها دي الطفولية. تيجي مثلا دلوقتي تقول ان انت بتتفرج على برامج كرتون هتبقى مش حلوة والناس هتقعد تتكلم عليك، ودي حاجة غلط. انت ما فيهاش اي حاجة ان انت تتفرج على حاجات، مش هقولك حتى بتاعت اطفال، لان انا مش شايف ان هي بتاعت اطفال، هي حاجة معمولة للعموم. الا وليكن افلام الانيميشن دلوقتي ما هي معموله يعتبر للكبار كمان، يعني انت ممكن تتفرج عليها، ففين بقى ان هي للاطفال بس؟ فانت مش لازم
ولا اللي انت تنسى ذكرياتك وطفولتك قوي وتبعد عنها وخلاص، او اللي انت تنخرط فيها وتبدأ تقعد تفتكر كل الحاجات اللي بتاعت زمان وتتحسر على حياتك وتقول امتى يرجع الزمن، او فين حياتي بتاعت زمان، او يا رب ارجع صغير او كده. لان خلاص الموضوع ده خلص ومفيش عندنا آلة زمن ترجعك زي زمان. كل اللي في ايدك دلوقتي اللي انت تعيش حياتك وتكمل فيها، بس كل فترة ترجع تفتكر الايام الحلوة بتاعت زمان، مش مجرد ان انت خلاص عايش في قوقعة الماضي وان انت حياتك كلها كانت حلوة زمان، ولا ان انت تسيبها خالص وان هي دي حياتك وطفولتك وانت صغير ولازم تفتخر بيها وتكلم عليها كل الناس، حتى من غير ما تقول لحد يا عم. تبدأ تعمل انت مع نفسك وتفتخر بها من جواك، لان قد ايه كنت انت الجيل الذهبي للطفولة والحاجات اللي انت ممكن تعملها زمان. في النهاية انا بشكرك جدا انك كملت الحلقة للآخر، وما تنساش تبعت لنا اسمك علشان نمسي عليك سواء في البوست اللي هينزل او في رسائل الماسنجر. وبس كده، احلى مسا.